شركة مصر للملاحة البحرية نصرا جديدا في جهادها المتصل مع شقيقتها شركة الإسكندرية للملاحة البحرية في سبيل بناء مجد مصر البحري. لقد ضمت شركة مصر للملاحة البحرية إلى أصولها التجاري ناقلة البترول مصر الحديثة البناء لتتجاوب مع سياسة العهد الجديد الذي يهدف إلى تدعيم طرح الاقتصاد القومي في مصر. وتبلغ حمولة الناقلة 17,000 طن، وتستطيع أن تفرغ 900 طن من حمولتها في الساعة، وهي مزودة بأحدث المعدات الملاحية الحديثة. وقد أناب السيد الرئيس جمال عبد الناصر سيادة الدكتور حاتم مرعي وزير التجارة والأستاذ كمال الدين محافظ الإسكندرية لحضور هذا الحفل القومي. وقد استقبل مندوبي السيد الرئيس السيد عبد المقصود أحمد رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد رشدي وعبد الجليل العمري وعبد العزيز صبري مدير شركة مصر للملاحة البحرية وكبار رجالات بنك مصر وشركاته. وقد قام مندوب سيادة الرئيس برفع العلم المصري على سارية الناقلة مصر بين الحفاوة والغبطة لهذا الحدث التاريخي. وألقى السيد عبد المقصود أحمد كلمة جاء فيها: لقد سمينا هذه الناقلة مصر تيمنا بما أحرزه الوطن من نصر في حاضره وما نرجو أن يحققه من نصر في مستقبله. وتكلم الدكتور حسن مرعي وزير التجارة والأستاذ كمال الدين مندوب سيادة الرئيس، فأشاد بما يقوم به بنك مصر وشركاته من جهود عظيمة. وتكلم القائم مقام محمود يونس عن أهمية هذا الحدث التاريخي الجليل.